بنقول مرحبا لأصدقائي لكل مواليد برج العقرب، وأخيرا وصلت لعندي أنا آلاء عقرباوي. واليوم رح أعملكم قراءة لشهر سبتمبر أيلول 2025. بتمنى لكم قراءة ومشاهدة ممتعة جدا وجدا وجدا. بعتذر كتير إني أنا نزلت القراءة متأخرة لأني كنت سافرت للبنان بيروت، كان عندي تصوير وبس رجعت على الأردن صار عندي تصوير بمنطقة أكيد تعرفوها اسمها البحر الميت، اكيد كلنا بنعرفها. فانشغلت اسبوعين بطريقه مش معقوله، كان جاهز سكريبت بس ما كنت قادره اني اصور. واخيرا هلا تصورت القراءه، والتوقعات بتمنى لكم قراءه كتير حلوه وتستفيدوا منها بهذا الشهر. بأول شهر سبتمبر مع تراجع كمان كوكب زحل، يعني بيوم سبتمبر أيلول 2025 بتراجع كوكب زحل بيتك الخامس برج الحوت. هذه الفترة حتكون مفيدة لإلكم يا مواليد برج العقرب، ما حيكون في إشي سمح الله مش منيح، بس ضروري تحضروا الفيديو. بالوسط ححكي أشياء كتير مهمة واخبار كمان كتير حلو. بنهاية الفيديو في كمان نصايح لازم انكم تسمعوها، فضروري جدا انه نحضر الفيديو كامل. هاي الفترة ببداية شهر سبتمبر مع زحل حيكون في عنا التزامات اكتر، عم نستقر اكتر، عم نحاول ننضبط اكتر في تحول مهم ببيت الابداع اللي هو البيت الخامس. حيصير هذا من هلأ للشهرين اللي جايين. كمان ببداية حيصير من هلأ لبداية الشهرين الجايين في انضباط أكتر بمشاريعك. في عندك دروس كارمية، ضروري تفهم المسجات اللي بتجيك من ربنا. في عندك دروس كارمية واضحة لإلك، عم تاخد حقوقك أو عم ترجع حقوق لناس. هاي الفترة عن الحب حتحكي شوي، حتحس بالحب أكتر، هواياتك هاي الأمور كلياتها حتصير من بداية شهر سبتمبر أو 1 سبتمبر أيلول. عندك اهتمام أكتر بالرومانسية بالالتزام، بتختبر نقاط ضعفك. عم أشوفك بتلتزم بعلاقة عاطفية إذا كنت أعزب يا مواليد برج العقرب. عم أشوفك تفكر خلص وأخيرا بدك تلتزم بهذا الوقت. وبيوم 2 سبتمبر أيلول 2025 مع دخول كوكب عطارد ببرج العذراء، يعني بيت حياتك المهنية، دار الحفلات الخاصة كمان، أمورك الاجتماعية، عم تحتفل بشغلك، عم تشتغل، عم تحتفل عفوا بإنجازاتك. في عندك مجموعة من أصحابك عم بيحتفلوا معك، مبسوطين معك، عم بتخطط لأمور أهداف مستقبلية مع أصحابك. حيصير في شغل مشترك بينك وبين أصحابك بهذه الفترة. في عندك تحسين لمشروعك الجماعي مع الناس، يعني في مشروع جماعي عم تشتغل فيه وبإذن رب العالمين حيكون ناجح، وهو إشي كتير عظيم لإلكم يا مواليد برج العقرب. وبيوم 4 سبتمبر أيلول 2025 مع كوكب المريخ حيكون في بيتك الثاني عشر ببرج الميزان. بهذه الفترة في أشياء عم بتصير ورا الكواليس، أنت بحاجة للراحة أكتر يا مواليد برج العقرب. في مع التراجعات اللي حتصير والتربيع مع كوكب المشتري السرطان ببيتك التاسع، في طاقة شوي صعبة عليك. حتكون في شوية توتر، في إجراءات عم تاخدها ما حدا عم يعرف فيها، عم تاخد قرارات خلف الكواليس. آه، عم تاخد أمور تخص ممكن مسائل قانونية ما حدا بيعرف عنها. في تحولات حتصير بعلاقاتك، في توجيه عم تسأل معلم أو مرشد عم بوجهك لإشي صح، أو متخصص قانوني عم بشوفك تستشير محامي أو قاضي أو حدا معين من رجال القانون، عم تسأله عن مشكلة معينة أو عن شغلة لازم تحلها. عم تتعامل مع أمور السفر التعليم بطريقة متوترة شوي، في عندك تأخيرات بالسفر، تأخيرات بالشغل. عم بشوفك بتحاول تلاقي توازن بهاي الأمور، مع التراجعات شوي حتضغط عليك يعني شوي، بس ما بدي إياك تخاف. ممكن تكون في كمان عم تتواصل مع عيلة بعيدة، عيلتك بعيدة مسافرة أو أنت مسافر أصلا. فيس حاول بهاي الفترة ما تكون مناقشاتك كتير حادة، حاول تاخد الأمور بروية أكتر، تكون حذر جدا تحديدا يوم 5 سبتمبر أيلول 2025. حاول ما تفوت نقاشات حادة، لأنه البيت الثامن يعني برج الجوزاء بيت الثامن شوي حيكون في نقاشات أو مخططات بتخص علاقتك الحميمية أو أسرار عم تحكي فيها. في تحول بهاي الأمور، في عندك مسائل، في تحولات كمان تتعلق بالمسائل العاطفية والمالية، المسائل المالية المشتركة أو حياتك العاطفية. في أمور شؤون مالية مشتركة،
عم بتوقع مستندات، عندك مراجعة لمستندات، عم تتحقق إنها صح ولا لا. عم أشوفك بتحكي باتفاقيات ضريبية، تمويل مشترك. يس، بهذا الوقت كمان هذا الوقت مناسب جدا لحتى تكتشف عجلات بديلة أو إشي بديل لقراراتك المالية تحديدا أو لشغلك. ما تاخد إشي تتهور فيه، ما تاخد قرار أو إنك تتهور فيه. الخامس، هذه الفترة حيكون عندك الأمور بتعامل فيها كوكب المشتري، فحيكون فيها أشياء لطيفة عليكم يا مواليد برج العقرب. يعني هذا القمر برضو حيكون لطيف عليكم. في أشياء حتنطلق فيها إبداعيا من بيتك الحادي عشر. عم تنطلق إبداعيا بطريقة رومانسية، في عندك طاقة حلوة، عم تتواصل مع ناس، في عندك علاقات اجتماعية جديدة. عم بتركز تركيز لطيف برضو على أطفالك، عيلتك، حياتك. هاي الفترة حتركز يس على عيلتك أكتر، أو على حياتك، أو على حتى على التعليم، التدريس، المدارس. عم بتدور لهم على مدرسة منيحة مناسبة، عم بشوفك عم تنقلهم لمدرسة منيحة. وبيوم 13 سبتمبر أيلول 2025 الشمس عم تقترن بكوكب عطارد ببرج العذراء. الشمس حتجيب لك الوضوح بصداقاتك، بأهدافك، لقاءاتك مع الناس حتعطيك وضوح أكتر. كمان في عندك اجتماعات عمل كتير بهذه الوقت. عم تشوف أصحابك، عم تاخد منهم أفكار بتخص شغلك. وبيوم 17 سبتمبر أيلول 2025 كوكب عطارد حيكون بمواجهة مع كوكب زحل الحمل، عفوا الحوت. فيس هون شوية طاقة حتكون صعبة عليكم، في تعاون حيصير بينك وبين أشخاص، في تغيير بالأمور، بالتمويل. المعارضة اللي حتكون ببيتك الخامس حتعطيك شوية فرح يا، وفي ارتباط كمان مع بيتك الحادي عشر، فعندك شوية فرح وفي عندك شوية توترات أو طاقة صعبة. عم أشوفك بتناقش كتير أمور، عم بتحكي مع ناس كتير، عم بتحاول تحكي مع أطفالك، تتواصل مع أطفالك، في نقاشات حادة بينك وبين أولادك أو بينك وبين عيلتك. في استجابات لأمور تعليمية، في تنظيم لأمور تعليم، عم بتحاول تدرسها منيح لحتى تشوف إنه هذا التعليم تمام ولا لا. عم تحكي مع أصحابك وبتستشيرهم بأمور التدريس أو التعليم. وبيوم 18 سبتمبر أيلول 2025 مع دخول كوكب عطارد لبرج الميزان بيتك الحادي عشر، عم بتحاول تكون أكثر خصوصية بهذه الفترة، في أمور خفية أو مخفية عم تعملها، عندك محادثات أو علاقات مخفية عم تحكي فيها. عم بشوفك بهذه الفترة عندك فتنة أو شغف أكتر لحتى تفسر أحلامك، في أحلام كتير غريبة بتحلم فيها فعم بتفسرها. يعني الأسبوعين الجايين كمان في عندك أحلام كتير صعبة، ممكن تحلم بحية، تحلم بأشياء غريبة، فعم أشوفك بتفسر فيها هذه الأحلام. وبيوم 19 سبتمبر أيلول 2025 حنشوف دخول كوكب الزهرة لبرج العذراء. وبهذه الفترة يا مواليد برج العقرب في عندك قاعدة مع أصحابك، عم تحكي مع ناس، شراكات، اتصالات غير متوقعة، في علاقات بتربطك بأشخاص بفيدوك، في أشياء اجتماعية كتير، عندك كتير أعداد، شبكة مفيدة جدا، حتعمل علاقات مع شبكة مهمة جدا يا مواليد برج العقرب. وبيوم 21 سبتمبر أيلول 2025 حنشوف كسوف للشمس ببرج العذراء. هون حتكون الجرعة مضاعفة أكتر لأنه كان في عنا قمر جديد كمان ببرج العذراء يوم بشهر عفوا أوغست فيس أنت عم تركز هون بهذه الفترة أو بالوقت الحالي، عم بتركز على الأمور اللي بتخص الحركة، أنت كيف تتحرك، وين بتروح، وين بتيجي، شو لازم تعمل. عم تحاول تختم كل إشي، عم تحاول تعمل الأشياء على أكمل وجه. عم تستفيد من العلاقات اللي عملتها لأهدافك لشغلك، في تغييرات اجتماعية، في تحولات بالأهداف، في عم تطلق شبكات أكتر، عم تعمل صداقات أكتر، عم بتلاقي ناس جديدة، عم بتحاول تطلع من صداقاتك القديمة تلاقي أصدقاء جديد. هذا الوقت المناسب جدا يا مواليد برج العقرب لحتى تنضم لمجتمع تاني، مجتمع جديد، تغير المجتمع لحتى تغير مستقبلك، غير بيئتك ومجتمعك يا مواليد برج العقرب لحتى تتغير، حتى يتغير أصلا مستقبلك. وبيوم 22 سبتمبر أيلول 2025 ومع دخول كوكب المريخ لبرجك لبرج العقرب بيتك الأول
هذه الفترة في إنجاز بالأمور، بتعزيز بهويتك، أمورك الشخصية، لياقتك البدنية، جسمك، مظهرك، رياضة صباحية، عم بشوفك عم تصحى، إذا عندك حيوان أليف عم تاخد كلبك وبتطلع تركض أنت وياه، عم بشوفك تتحرك كتير، عندك طاقة عاطفية عالية، عم بشوف ما عندك حدود للأشياء، عندك تعزيز بثقتك أكتر بنفسك أكتر، عم تعمل تمارين، عم بشوف عندك شغف، عندك إنتاج، عم تنتج أكتر، عم تعطي أكتر كمان بهذه الفترة. ومع دخول كمان الشمس ببرج الميزان، يعني عندك أمور بتخص الاعتدال، في اعتدال بحياتك المهنية واعتدال بحياتك الشخصية أو العائلية أو الرومانسية، عم بشوفك عم تعمل هذا الاعتدال، عم بشوف كمان أو هذا التوازن، عم بشوف الشفاء الداخلي اللي صار فيك عم يعكس عليك إشي كتير أحسن. احتمال يكون عندك سفر لأرض أجنبية، عم تدخل لدولة أجنبية، عم تسافر، هذا الإشي مفيد جدا لإلكم. عم بشوفك خلص نسيت الماضي، تحررت، عم تجيب مصاري أكتر، عم بتحاول تسافر، تحاول تلاقي شغل، مصادر دخل جديدة أحسن من قبل. وبيوم 23 سبتمبر 2025 بهذه الفترة، ومع دخول طبعا كوكب المريخ لبرج الميزان، هنشوف في شوية مشاكل صحية، في تدخلات من دكاترة عم تحكي بهاي الأمور، في تعب أكتر شوي عليك، دير بالك، انتبه لفحوصاتك، امشي على الأشياء اللي بحكي لك إياها الدكتور، ولازم تاخد راحة. وبيوم 24 سبتمبر أيلول 2025 في طاقة يعني حلوة حتكون عليكم، بنفس الوقت فيها صراع، يعني هي الطاقة رح تعطيكم إشي كتير كويس، بس فيها صراع وتحديات، في صراع كوني بتحس مع اللي حواليك، يعني في حزم بالشغل، عم تكون حازم أكتر، في قيادة، في تنافس، بما إنه بلوتو كمان ببيتك الربع، فهون في يعني كمان مشاكل ممكن تكون عائلية أو توترات عائلية. فعم بشوفك في عندك تحول بحياتك المهنية، تحول بحياتك العائلية، في عندك صراعات بحياتك العائلية، في شوية غضب، في شوية توتر، بدك تحاول تكون دبلوماسي زي ما احنا متعودين عليك يا برج العقرب. كون مستعد لحتى تنتقل، تتعلم شيء جديد او تروح لمكان جديد او تنتقل لمكان جديد، في مسؤوليات، في احداث، في تغيير، عم بتغوص باعماق، انت عم تغوص باعماق الاشياء لحتى توصل لاحسن اشي، فاكيد بدك تلاقي توترات او اشياء ممكن تكون فيها صراعات او اشياء صعبة عليكم يا مواليد برج العقرب. نصيحتي لإلك هذا الشهر لمواليد برج العقرب بشهر سبتمبر، إنه ضروري جدا يا مواليد برج العقرب، ضروري جدا يوم 13 سبتمبر في فرص كتير منيحة، حاولوا إنكم تستفيدوا منها وما تتذمروا من الأشياء اللي بتصير حواليكم. ويوم السبعة، هذا يوم 7 سبتمبر، هذا مفيد إلكم كتير للعلاقات الرومانسية، للإبداع، للسفر، لأنك تحب من جديد إذا أنت كنت أعزب. ويوم 22 سبتمبر أيلول، مع دخول المريخ لبرجك، ممكن تجيك فرصة أحسن بكتير من الفرص اللي قبل، حاول تستغلها. يعني في تحول نفسي، عم تتحول قوتك، عم تصير عندك ثقة بحالك أكتر، في عندك رغبة أكتر بالإنجاز. أوكي، هي في أيام صعبة حتكون أو يوم صعب، بس في إنجاز أكتر. ركزوا على هاي الأيام ضروري جدا. ويوم 24 سبتمبر في ساحة، يعني حتكون شوي درامية، بس حاول تعطي الدرامية، يعني فيها مشاكل مع العيلة وهيك، بس حاول تعطي الأولوية لإلك وتهتم بحالك أكتر. بتمنى تكون قراءتي لهذا الشهر كانت ممتعة ومفيدة. اكتبوا لي بالكومنت أي بارت حبيتوا أكتر إشي، ما ننسى اللايك، كتير مهم اللايك بليز. وإذا حابين تدعموني أكتر حطوا لي سوبر ثانكس أو شكرا، بتلاقوها جنب السيف والشير، كتير بحب أشوف لون الكومنت غريب، فورجوني إنه لون الكومنت اتغير. بشوفكم بشهر أكتوبر، إلى اللقاء يا أصدقاء.